مساء الفل على حضراتكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. لسه مكملين معاكم متابعتنا لكل احداث واخبار اسكندريه. النهارده بكلم حضراتكم 2 اكتوبر 2025 الموافق الخميس. خليني اقول لكم بقى بسرعه وبدون اي مقدمات. النهارده قررت وقلت نعمل جوله كده على الشواطئ. نعمل الجوله دي عشان نشوف بقى هل في اي اقبال على الشواطئ ولا خلاص الناس فعليا بقى بدأت تدخل في مود الدراسة. الناس فعليا بدأت تدخل في الأجواء الدراسية. عايز أقول لحضراتكم إحنا كده موجودين في بداية الجولة معاكم. إحنا الجولة دي طبعا يا جماعة هتبقى من خلال الأتوبيس بإذن الله. عايز أقول لكم إن الجولة بدأت معانا من منطقة المنظرة وهنستمر معاكم لحد منطقة البوريفاج اللي هي في منطقة العصافرة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بوابات الشواطئ. لما كنا بنيجي نصور بقى في الصيف هنا يا جماعة وكنا بنيجي عند بوابات الشواطئ دي كنا بنقف، ما كناش بنلاقي طبعا غير زحمه، ما كناش بنلاقي غير ناس عايزه تدخل الشاطئ. ولكن سبحان مغير الاحوال، خلاص بقى اسكندريه بدات تعيش الاجواء الشتويه. اسكندريه يا جماعه خلال يعني الاسبوعين ثلاثه اللي جايين هنبدا نشوف اول نوات الشتاء باذن الله، او اول نوات الخريف عشان نكون واضحين في التفاصيل اكتر مع بعض ان شاء الله. خلال يعني هنقول مثلا على يوم 20 اللي جاي هيبقى عندك اول نوات الخريف. فعليا بقى هتبدا تدخل في الاجواء الشتويه، هتبدا تعيش اجواء اسكندريه اللي احنا بنحبها. تقدر تقول كمان دلوقتي شواطئ اسكندريه اصبحت يعني بالصوره اللي حضراتكم شايفينها الشواطئ فاضيه، اقبال يكاد يكون معدوم. يعني الاقبال قليل جدا جدا كده. رسميا يا جماعه نقدر نقول ان اسكندريه ودعت المصيفين. اسكندريه ودعت المصيفين وبدانا ندخل في الاجواء اللي اهل اسكندريه بيحبوها، وهتبدا تشوف الاجواء اللي هي بقى ايه الحاجات اللي تقدر تقول عنها الحاجات الجميلة، نسمات الهواء البسيطة، الأجواء الجميلة، الجو اللي احنا كلنا بنحب نعيشه زي ما حضراتكم اهو شايفين معانا. وما زالت طبعا جولتنا مستمرة معاكم، وخلال جولتنا دلوقتي هنمر بمجموعة كبيرة جدا جدا من الشواطئ. الشواطئ دي يا جماعة كانت أكتر شواطئ فيها إقبال السنة دي. دي شواطئ معاكم شاطئ طاحونة المنظرة، معاكم جويل المنظرة، معاكم شواطئ كتير جدا جدا. كل الشواطئ دي عندك كمان جويل العصافرة، عندك البوريفاج ده السنه دي كان عامل اقبال تاريخي. البوريفاج جزيره الذهب محمود سعيد. لو حضرتك بقى حابب تكون على متابعه وعلى درايه يوميا بكل جديد بيحصل في اسكندريه، يشرفني جدا جدا اشتراكك في القناه وتفعيلك للجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بنتابع من خلال قناتي على مدار اليوم الاحداث الجديده اللي بتحصل في اسكندريه على قد ما بنقدر. بنحاول نكون سباقين، بنحاول نكون على متابعه وعلى درايه بكل الاخبار. وينلي المميز، شاطئ وينلي المميز من شواطئ المنظرة الجميلة جدا. هنبدأ ندخل على شاطئ المنظرة المميز. كل الشواطئ دي يا جماعة فئة 20-25 جنيه. عايز اقول لحضراتكم بقى الايام اللي جاية انا ناوي يعني ابدأ افتح لكم بثات مباشرة من داخل الشواطئ، ندخل ونظبط قعدتنا كده ونقعد قعدة مميزة جدا جدا، واقعد بقى اتكلم معاكم من خلال البث المباشر. بقالي فترة بفكر في الموضوع وإن شاء الله هنبدأ في تنفيذه في الأيام القليلة جدا جدا القادمة. كل ده يا جماعة المنطقة طبعا اللي احنا كنا عارفينها كانت في بداية الصيف مفتوحة بدون أي مقابل، كان ممشى والناس كلها كانت بتدخل تقعد. وبعد كده عرفنا انه انضم لشاطئ ميامي العام، او عفوا شاطئ المنظرة العام. بصوا بقى شاطئ ميامي العام وحشنا حرفيا، الشاطئ اللي كلنا كنا متعودين عليه، ولكن السنة دي بقى تم إلغائه. ولكن الشواطئ اللي هي موجودة بعديه ان شاء الله هيتم افتتاحها والشواطئ هترجع تاني اللي هي منطقة فريسكا بالكامل. زي ما حضراتكم بتشوفوا بقى المنطقة دي كلها كده بالكامل. المنطقة دي كلها يا جماعة خلاص اتحولت لشاطئ. المنطقة دي عشان تدخلها أصبح لها سعر دخول. لو ركزت كمان هتبدأ تلاقي ممشى أهو جديد بيتعمل، ممشى خشب شبه اللي معمول عند شاطئ محمود سعيد في منطقة العصافرة. كده يا جماعة بعد ما نعدي الممشى الخشب اللي قدامنا ده هنبدأ ندخل على كافيه كارلوس، ثم بعد كده هنبدأ ندخل على جويل العصافرة اللي هو القوات المسلحة، ثم نكمل المسار مع بعض بإذن الله وندخل بقى على منطقة شواطئ العصافرة اللي هو العصافرة المميز، شاطئ اسكندر، شاطئ البوريفاج ببواباته المختلفة. في مجموعة كبيرة من الشواطئ طبعا موجودة معانا في منطقة العصافرة. ادي سانتوس كافيه والسلطان. هنبدأ كمان نشوف الاكوا بارك. الاكوا بارك دي اللي تم افتتاحها السنة دي، ودي تعتبر اول اكوا بارك موجوده هنا على كورنيش اسكندريه عشان بس الناس اللي كانت بتسالنا. عايز اقول لحضراتكم برضو حاجه مهمه ولازم تكونوا عارفينها. اسكندريه يا جماعه مش صيف فقط لا غير. يعني انا مش في الصيف بس اللي هنزل اتابع معاكم البحر، لا،
احنا على مدار الصيف وعلى مدار الشتاء هنتابع معاكم حالة البحر. هندخل بقى كمان في ايام الشتاء هنبدأ نغطي معاكم النوات اللي احنا اتعودنا عليها. انا مستني طبعا النوات لان الواضح ان الشتاء السنة دي 2025 هيبقى شتاء قارس جدا. واضح جدا جدا من خلال اللي احنا كنا بنشوفه، ارتفاع الامواج في الصيف وغلق الشواطئ والحالات الغريبة جدا جدا اللي كنا بنعيشها. فالواضح ان الشتاء السنة دي هيبقى مختلف تماما، والتنبؤات بتقول ان في بعض النوات هيكون في معانا ارتفاعات للموج تصل لأربع وخمس أمتار. ربنا يسلمنا ويحفظنا جميعا. ولكن خليني أقول لكم إن مشروعات حماية الشواطئ عاملة فرق كبير جدا. مشروعات حماية الشواطئ فعليا بدأنا نشوف الناتج بتاعها. لو ركزتوا بقى معانا يا جماعة، فالبحر النهاردة مستمر معانا في الانحسار. البحر النهاردة مستمر معانا في الحالة المميزة جدا جدا اللي عشناها. طبعا امبارح كنت تابعت معاكم حالة انحسار البحر، الحالة اللي كانت او الحالة اللي كانت واضحة جدا جدا في منطقة محطة الرمل. نزلت وصورتها لحضراتكم، اللهم لك الحمد. زي ما عودتكم بتابع معاكم على مدار اليوم من كل مكان. اي حدث بيحصل في اسكندرية من شرقها لغربها لازم ننزل ونصور. لازم حضراتكم تكونوا متابعين، لازم حضراتكم تكونوا عارفين اللي بيحصل. زي ما احنا شايفين يا جماعة كده، احنا في شواطئ العصافرة. شواطئ العصافرة ومنطقة العصافرة بالتحديد من أجمل مناطق اسكندرية ومن أقربها لقلبي زي ما دايما متعودين بنصورها. أهو شاطئ اسكندر. اسكندر ده يا جماعة طبعا من الشواطئ الصغيرة كده الجميلة، الشواطئ الملمومة. وان شاء الله بقى من هنا لحد الصيف القادم بحاول يعني، وده بناء على رغبات ناس كتير جدا جدا بتتابعنا، هحاول اظبط لحضراتكم موضوع شقق الايجار. لان كتير جدا جدا كانوا بيكلموني، والناس كلها يعني من بدايه شهر 6 وشهر 7 يا جماعه ناس كتير جدا جدا من حضراتكم بيكلموني وبيسالوني على شقق. بصوا البريفاج بقى والقبعات الجميله جدا وشكل الشماسي المختلف. فانا هحاول باذن الله اظبط لكم مع حد واثنين وثلاثه، بحيث ان سيادتك السنه اللي جايه باذن الله وانت جاي اسكندريه تبقى جاي وعارف مسارك، تبقى جاي وعارف هتتجه لفين، تبقى عارف البروجرام بتاعك هيمشي ازاي. فالتفاصيل دي كلها ان شاء الله احنا معانا شهور الشتاء، الخريف والشتاء. هحاول في الفتره اللي جايه دي اكون مظبط لكم الدنيا في الموضوع ده على قد ما اقدر. يعني على قد ما اقدر ان شاء الله هحاول افيد حضراتكم جدا جدا في الموضوع ده في الايام القادمه. بدأنا بقى ندخل على البوريفاج اهو اللي في وش جاد واللي في وش يعتبر شارع 45 مباشرة اهو. زي ما حضراتكم بتشوفوا سعر الفرد في المنطقة دي في معظم الشواطئ 25 جنيه للفرد. طبعا شواطئ جميلة جدا جدا. هنبدأ كمان ندخل على الممشى بتاع 45 وممشى 45. لو حضراتكم بقى متابعين خليني اقول لكم ان كان في تدخل طبعا بعد احد الفيديوهات من احد صناع المحتوى، وبالتحديد مدام جيجي رضوان. الفيديو اللي كان عمل صدى وعمل رواج كبير جدا جدا على كل منصات التواصل الاجتماعي، تعدي الشباب اللي كانوا موجودين هنا اعلى الممشى على بعض الفتيات. والحمد لله الشرطة اتدخلت وتم منع الكلام ده تماما. دلوقتي مفيش اي تجاوزات بتحصل اعلى ممشى شارع 45. ادي الممشى اصبح نضيف جدا جدا بالصورة اللي حضراتكم شايفينها. ادي ممشى 45 اهو يا جماعه اللي احنا بنتابعه مع بعض على مدار الايام اللي فاتت، ولسه برضو هنتابع معاكم. قبل بقى ما ننهي جولتنا اتمنى ما اكونش طولت عليكم. لو حضرتك عايز تسال عن اي حاجه في اسكندريه، بتفكر تيجي تقضي يومين في شتاء اسكندريه، تيجي يعني بتفكر تعيش معانا اجواء الشتاء، شرفنا طبعا ونورنا في اي وقت. ولو عند حضرتك اي استفسار خاص باي حاجه مستني تساؤلاتكم من خلال التعليقات. من امام شاطئ محمود سعيد اتمنى ما اكونش طولت عليكم. دمتم في حفظ الله وامان.